السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن نوع حمام مهم جدا. أي حد بيربي حمام زينة نفسه يقتني جوز منه أو نفسه يربيه، وهو الحمام النمساوي أو الحمام الجاكوبين. تمام. طبعا الحمام النمساوي هو من أفضل حمام الزينة، لكن محتاج حد خبرة ومحتاج حد يركز معاه في فرخه. ما ينفعش يتساب كده وتقول لي اكبر دماغي واشوفه هيعمل ايه والكلام من ده. طبعا الحمام النمساوي هو مشهور جدا عنه ترويق البيض، مشهور جدا عنه ان هو بيضه عزيز. طيب احنا قلنا لو انت ناوي تربي حمام نمساوي لازم يكون عندك لكل جوز مش اقل من 5 تجواز حضان، ده اقل شيء. وتكون مساحه العيون 60 في 60 في ارتفاع 50، وانت طالع ممكن ما تنفعش، ممكن تحتاج 70 في 70، لكن احنا بنقول ايه، انا فرخته في 60 و60 وعمر معايا. تمام كده. طيب مبدئيا لو انت عايز تفرخ حمام نمساوي وعايز تربيه، سيبك بقى من المستويات اللي على قدها والكلام من ده، خليك من اول المستوى المتوسط لحد المستوى العالي. تمام كده. حته بقى الالوان دي راحه نفسيه، دي راحه نفسيه. طيب اللي عايز اوصله لك، لو انت عايز تفرخ حمام جاكوبين لازم ان انت تروح ماسك فتحه المجمع من تحت اللي هي عند فتحه الشرج، تقصها خالص، ممنوع نتف، تقصها بالمقص تبين فتحه الشرج عند الذكر وعند النتايه. تمام. والافضل تخرط الديل، تمام، وتخرط اسلحه اجنحه الحمام عند الذكر وعند النتايه وتجربهم. ماشي كده. واحد يقول لي طب اقص الكرك يا ابو هاجر؟ لا يا فندم، مش شرط. تمام. لو حصل مشاكل نقص الكرك. تمام كده. وان شاء الله يفرخ معاك، وجهز حضانك اهم شيء.